في أقصى الجنوب، حيث البرد القارس والرياح العاتية. كان هناك بطريق صغير لا يطير مثل الطيور ولا يملك قوة المفترسين، لكنه كان يملك شيئا نادرا، قلبا لا يعرف الاستسلام. كان يرى الطيور تحلق عاليا وتصل إلى القمم، بينما هو يمشي ببطء فوق الجليد، يتعثر ثم ينهض. سخروا منه وقالوا لن تصل أبدا، لكنه لم يتوقف. كان يتقدم خطوة كل يوم رغم العواصف، رغم التعب، رغم الوحدة، حتى جاء اليوم الذي وصل فيه إلى مكان لم يتوقع أحد أن يصل إليه بطريق لا يطير. وهكذا هي حكاية المنتخب المغربي في كأس أفريقيا علم المغرب. طريق مليء بالضغوط والانتقادات والصعوبات، لكن رجالا دخلوا الملعب بقلوب المقاتلين، قاتلوا حتى الدقيقة الأخيرة، ورفعوا راية الوطن عاليا. قد لا يكون الكأس دائما من نصيبك، لكن العزيمة والشرف يصنعان الخلود في قلوب الجماهير. إصبع لليمين ليس الفوز فقط في رفع الكأس، بل في أن تقاتل حتى النهاية ولا تنحني.